تريما كاسي. السلام عليكم الشباب، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم كنتواجدوا في واحد المدينه هنا اللي كتعتبر اقدم مدينه هنا في جاكرتا، وبطبيعه الحال اليوم غنكتشفوا واحد المقام ديال هاد البلاصه اللي تساعدوا في انتشار ديال الاسلام في هاد البلاصه. هادشي اللي غتكتشفوا معايا اليوم. غنبداو بهذا المارشي ديالهم، غنشوفوا كي دايره الدعوه هنا. كيف ما كتشوفوا غتلقاو اي حاجه هنا، اي حاجه تخيلتوها غتلقاوها في هذه البلاصه. طبيعه الحال هنا اي حاجه كتلقاها، اي حاجه مجففه كيف ما كتشوفوا هنا. مثلا هذا يقدر البنان كتلقى منه حوايج كثيره، كتلقى مثلا انواع، يقدر تلقى حار، كيزيدوا عليها دوك المواد بطبيعه الحال، مواد حاره ولا مواد حلوه. وبطبيعه الحال هنا السلام عليكم ماروكو. وبطبيعه الحال هنا كيف ما كتشوفوا بان هذا يقدر نقول لكم هاد الحوايج كامل اللي شفتوا هنا هما راه من الرز، الارز. غتلقى فيه انواع كثيره، مش مثلا هذا بنان مجفف، هذا بطبيعه الحال بنان مجفف. وفيه عاوتاني كيف ما قلت لكم انواع كيزيدوا دوك المواد، يا اما حاره ولا حلوه ولا صالتي بطبيعه الحال. على واحد القضيه بان الفسفوقيه مغربيه كلشي كيجيب فيا، حيت ما دايراش على داكشي. على كيف ما قلت لكم اي حاجه كتلقاها هنا، سواء فواكه ولا اي حاجه. كيف ما كتشوفوا هنا فواكه بانواع مختلفه، مثلا الليمون كتلقى فيه حوايج اخرين. وبطبيعه الحال كيف ما كتشوفوا هنا البنان بطبيعه الحال كتعتبر شي حاجه فريش هنا، ماشي بادويه ولا شي حاجه. وهنا الاناناس بطبيعه الحال الحبيبه ديالنا، هذه احسن حاجه. اوكي يلا معايا نكتشفوا عاوتاني هذا المارشي، نشوفوا شنو فيه، نكتشفوا هنا قبل ما نمشيو نقضيو الغرض ديالنا. واحد القضيه عندهم هناك، انا بعدا شفتها غير هنا في اسيا، وهو عندهم هذا السمك المجفف اللي كيف ما كتشوفوا هنا. كاين هذا عاوتاني نورمال يعني عادي، وكاين عاوتاني هذا السردي ديالهم بطبيعه الحال بطريقه مختلفه، كيقادوا عاوتاني بطريقه مختلفه. هذا بحال قلتي هذا مجفف، يعني هذا راه وصل النهايه ديالو. وكاين هذا عاوتاني جديد. وحنا دابا في الطريق ديالنا كتلاقينا مع اغرب المأكولات هنا التقليديه بطبيعه الحال، واللي كيتسمى تافو. هذا البرودوي كيتصنع من التختر ديال حليب الصويا، وبطبيعه الحال كيعتبروه الناس ديال هذه المنطقه بانه البديل ديال اللحوم. يعني خاص اللي كياكلوا فيجيتاريان ولا كيتعتبر بان هذا هو الاساس ديالهم. اذا قلتي طبيعي، وبطبيعه الحال بعد فاش كيكون واجد كيتحول لهذا المنتوج، يعني كيتكال بحال هكا، كيتكال بحال قلتي كريسبي. كل مناطق الاسيا كتلقى هاد المأكولات عندهم. وبطبيعه الحال كيف ما كتشوفوا دابا كنتواجدوا في هاد البلاصه، كنتواجدوا دابا في الدخله، في الباب الرئيسي ديال هذا المسجد. وهنا فين كيتواجد هذا المقام ديال اعظم الممالك اللي ساهموا في انتشار الاسلام في هذه المنطقه، جزيره جوا. وكي داير الاجواء لا هنا بحال قلتي كتاب خاص بان اللي جا خاص كيكتب سميتو. هنا كيكتب بان راه زار هذه المنطقه، زار هذه المقبره. بحال غنكتبوا سميتنا بان كيتسمى من المغاربه اللي زاروا هذه المنطقه. ندي السنامه. اوكي تريما كاسي. دابا كنتواجدوا في هذه البلاصه، وبطبيعه الحال واحد القضيه هنا بان قبل الا بغيتي تمشي الحمام كيتعتبر اول حاجه. كيلبسوا لك اللباس خاص كي دايرين الاجواء هنا، حيت ما يمكنش تدخل وتصور. الا بغيتي تدخل فقط للعباده يعني ممنوع. باش لينا ندخلوا نصوروا لداخل. وبطبيعه الحال دابا ملي دزنا من ورشه الفضه التقليديه، دابا لقيتونا في هذه المنطقه، هذا الفيلاج بالضبط. هذا الفيلاج كيتعتبر من اقدم الفيلاجات هنا اللي كاينين في هذه المدينه اللي هي جاكرتا. وواحد القضيه كيف ما كتشوفوا هنا بان المبني هنا كامل بالخشب، كتلقى واحد 30% اللي هي بريك وسيما، اما الباقي كيف ما كتشوفوا هنا هذا دابا راه حيط، ولكن حيط بالخشب. الخشب اللي كيتسمى تيك وود. زيدوا عليه شي لمسات هنا. هنا بطبيعه الحال هذه اللمسات تدل على تراث الاستعمار الهولندي. كاين واحد الربط بين الصناعه التقليديه ديالهم والاستعمار الهولندي. الدنيا كامله هنا بالخشب، كلشي بالخشب، اي حاجه هنا خشبيه. وما نساوش عاوتاني الزناقي ديالهم. شوف الزناقي كي دايرين. هاد الزناقي كيتعتبروا زناقي رئيسيين، سواء هنا ولا الجهه الاخرى. فين ما مشيتي تلقى هاد الزناقي الضيقه كترجعك للقرن السادس عشر. فين ما مشيتي كتلقى الدنيا مضيقه وزناقي مضيقين.
بهذا الخشب التقليدي بطبيعه الحال. وبطبيعه الحال الرسم فين ما مشيتو هنا في اندونيسيا كتلقاو الرسم، هما راه واعرين في الرسم بزاف بواحد الدرجه اللي ما تتخيلهاش كاع. هنا واحد القضيه هنا فاش كتوصل لهاد البلاصه كتحس براسك بان راه كاين في واحد الزمن قديم، كاين في واحد الفتره قديمه كيف ما كتشوفوا هنا، ولا كتحس براسك كيف حنا في المغرب كتحس براسك بانك في شي زاويه تنغمد بطبيعه الحال، ولا شي زاويه اخرى شي زاويه في الاطلس. وكيف ما كتشوفوا بعض المرات كتلقى الخشب، بعض المرات كتلقى هاد الحجر بطبيعه الحال التقليدي كتذكرك بالثقافه والتاريخ. وبطبيعه الحال الناس طيبين، هذه القضيه بعدا كاينه في اي بلاصه هنا في اندونيسيا كتلقى الناس طيبين بواحد النسبه اللي هي كثيره وكبيره بزاف. واحد القضيه بان هاد البيوت بطبيعه الحال كيتسموا بجوغلو، مصنوعه من الخشب وكتعكس الثقافه الجويه القديمه. هذا المنظر صراحه زوين والناس كيحافظوا على هذا التراث بحال الا كنز. من غير الخشب كاين عاوتاني هذا القصب ديالهم، قصب خاص كيكون غير في جنوب شرق اسيا ولا اسيا بصفه عامه. هذا القصب كيدار في بلاصه الخشب في بعض الاحيان، ولا كيكون المزج بين الخشب والقصب كيف ما كتشوفوا معايا، ولكن كيدوم واحد الفتره كبيره. كتلقى واحد النسبه قليله ماشي بحال هذوك اللي مصنوعين بالخشب كامل، هادو كيكون المزج بيناتهم. وبطبيعه الحال هذه البلاصه كوتاكيدي كتعتبر بانها معروفه بالفضه والنقره اللي كنسميوها حنا بالعربيه تعرف. وهنا بطبيعه الحال كنتواجدوا في احد المحلات اللي معروف بهذه الصنعه، وبطبيعه الحال نمشيو نجربوها ونصنعوا حتى حنا داك الشيء بيدينا. وهذا الشيء اللي كان. يلاه معايا. اوكي هذا الشيء عندهم في شكال. اوكي هالو سير. this is the owner. so هاد السيد دابا اللي غيكلف لينا يقول لنا شنو كاين وغنسيو الله. اوكي هالو سير how are you. hello السلام عليكم. وعليكم السلام. okay I want to sit some place Yeah, you here. can okay move there. You can see the process. This is pure silver. okay I know. Jewelry, yeah you can mix with copper, 10 gram for touring, but the copper Only half. gram, only half. And for you, for the glass, maximum the material. the size maybe I have to Yeah, check 5 the size. gram. okay Yeah. More, 10 you gram? can No. you can buy 1 gram 3000. اوكي يعني كيف ما كتعرفوا بان هنا خاص يكون واحد الميلونج ديال جوج حوايج. دان Nice. Put the water. اوكي Okay. بسم الله. Bismillah. صديقي تسني. Yeah. Wait. I forget. وبطبيعة الحال فاش كنساليو من هاد البلاصة خاصنا نحاولوا عاوتاني للبلاصة الأخرى باش نكملوا. عرفتي واحد الخاتم قلتو اليوم ما غيفهموش كاع. دابا جا الوقت باش نقادو الأمور ديالنا. وبطبيعة الحال بسم الله خاصك تكون ندوز لاصال لا بغيتي تجرب هذا الشيء. بطبيعه الحال كيف ما كتشوفوا دابا وصلنا تقريبا النهايه. دابا حاولنا دابا يلاه تمددت، دابا يلاه وصلت هذا القد يعني غيجي تقريبا ديال القد ديال الخاتم ديالي حيت السايز ديالي راه كبير شويه. وبطبيعه الحال دابا غنكملوا عليها حيت مازال فيها تماره. كيف ما كتشوفوا هنا دابا راه تمددت. نقادو الخاتم ديالنا بيدينا بطبيعه الحال 70. دابا جا الوقت باش نشوفوا القياس ديالنا. اوكي المهم هذا هو القياس ديالي 65 اللي بغى يجيب لي شي حاجه. You can. Nice. فاينلي. هذا هو العبار ديالي. اوكي كل ما كتزيد لقدام كتصعب القضيه. اوكي كيف ما كتشوفوا دابا جا الوقت دابا فين نكتبوا سميتنا. دابا نشوفوا هذا الشيء كي داير. المهم اللي جربنا هنا جربنا بعد الحرف الاول جا هو هذاك، ودابا نجربوها في الواقع. المهم بديت بكا، نبداو دابا اش. اي واحد القضيه غندير فيها سميتي، غندير فيها سميت لاشين كاليفا فلوغز. هذه كاليفا فلوغز 24. الناس اللي ما عارفينش لاشين ديالي هي كاليفا فلوغز 24. هادشي اللي غندير فيها. Put a little bit silver. Yes.
burning again everywhere. just slowly. Yeah. او دابا راه جات الوقيته دابا فين نحكوا ليه سنيناتو. اوكي كيف ما قلت لكم انا الخاتم ديالي راه فيه الخدمه، وبطبيعه الحال الحال دابا جات الوقيته فين نطبعوها نديرو فيها 925 نطبعوها بان راه نقرا 100% نديرو. ما عرفتش واش غتبان لكم ولا لا، المهم ها هي انا 925 دابا نقيوها صافي غنساليوها. دابا فين جات الوقيته اصعب مرحله هي هذه، يقدر تقطع يديك يقدر دوز بخير، وهو خاصني ننقشها كيف ما كتشوفوا هنا. بارك عليها، خاصك تجيب داكشي عينك ميزانك. هذه دابا المرحله الاخرى باش نقاد دوز المسائل ديالنا. بعد عناء طويل وصلنا لهذه النتيجة. بطبيعة الحال جاتنا هي هذيك قد وكيف ما كتشوفوا هي هذيك بحال هكا. صراحة عجبني هذا الديزاين، وزيد عليها كتبت عليها هادي لاشين ديالي في اليوتيوب، هادي كاليفا فلوغ 24. وبطبيعة الحال 925 اللي كتعتبر ضرورية في السيلفر. ما عرفتش واش غيبان لكم ولا لا، كتعتبر هذه احسن تجربه ليا صراحه. وبطبيعه الحال حنا دابا حدا هذا المنظر، هنا فين غنساليو الفيديو ديالنا. نقول لكم هنا فين غتسالي الرحله ديالنا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. كنتمنى تكونوا بخير، كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى ديروا الاشتراك باش نكملوا الرحله ديالنا في جنوب شرق اسيا. السلام عليكم.